يا هلا ويا مرحبا فيكم، مساكم الله بالخير، يا مسا الرضا والعفو والعافية. يلا تجعل ربي يسعدكم، يبارك فيكم، يحفظكم، ما طول عليكم اليوم. نبدأ بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين. اليوم قصتنا قصة الصداقة، كيف أنك تفزع صديقك وكيف أنك تهجر صديقك. في كلها في هذه الثنتين، هذه القصة، قصة الصديق الوفي. هذا رجال طال عمركم تربوا هو صديقه ويحبون بعض، يقومون بعض ويجي يروحون مع بعض، يجون مع بعض. واحد فيهم أبوه توفى وأرث خير من المجوهرات واللولو والمرجان والياقوت والزفير. فتوفى أبو هذا الشاب هذا كان عايش دلع ومع أخوياه، يروحون القنص، يروحون على الخيل، وعلى ما هو بمفكر أنه يوقف يوم من الأيام جنب أبوها ويساعد أبوها. وبالعربي ما اهتم في أبوها أبدا، ما اهتم، يبي بس فلوس ويفسق فيها، ما عنده شيء ثاني. صديق الثاني لا، كان 24 ساعة في مجلس أبوه عند الرجاجيل وقهويهم ويسنعهم. فهذه ضريبة الولد أو البنت اللي ما يجلس عند أهلها الكبار ويسمع وش يقولون. بعد ما توفى أبو الولد هذا الفاسد، صار يصرف بالفلوس ويكرم على أصدقائه ويعطيهم ويجيب لهم ويسهروا وياهم، يروحون للبران ويروحون المزارع ويصيدون الغزلان وبس. ويلا وش يبون؟ تبي دينار أعطيك 2000 دينار، ما عندك مشكلة. تبي 10 أعطيك 20. ما أنا ولد التاجر، أنا اللي عندي فلوس ما تنفد. المهم يقولون دوام الحال من المحال. نفذ البير اللي كان يغرف منه، نفذ، ما عاد فيه ماء، ما عاد فيه فلوس، ما عاد عنده شيء، وطق الفقر وطق الشين. الرجل هذا الصالح، الولد الصالح، ويا أبوه بعيدين من المنطقة اللي هم فيها، يعني شادين ورايحين المنطقة الثانية من منطقتهم، بعيدة عنهم. طقه الوهم وطقه الشين وطقه الفقر. قاموا خوياه السوء قالوا أنت ما قصرت عند فلان، يمكن ضعيف، واليوم روح له خليه يعطيك. قال أنا ما أعطيته شيء. قالوا ما ليش، هذا صديقك ولازم يعطيك، وهو المسؤول عنك وهو مسؤول. يقول من همته أمه ماني بالوصي، من غدا زلابته ما سنع نفسه، ما بالناس مكلفته فيه. المهم راح ويوم دخل عندهم عند القصر، لقى قصر كبير وش كبر. طبعا القصور تبنى أول بالطين، مهي مثل الحين. المهم يوم راح جاء عند الحرس وشاف القصر صورة ما يقدر حتى يضمره، ويجي عند القصر ويقدر يناظر الحراس ويناظرهم، يبي عمه خويه ذا يطلع، يبي خويه يطلع، ما طلع عليه. قاموا جاء واحد من اللي واقفين على الباب، قال الله يخليك المسؤول عن البوابة، قال الله خليك أنا بدخل عند فلان. قال وش أنت؟ قال أنا صديقه. قام أنت المسؤول عن البوابة، يناظره ويتذكر شكل راعي القصر. قال يا أخي أنت إنسان رثة، ملابسك ووسخة ولا عندك، يعني ما اللي بيقابل الأمير لازم يقابله بنظافة، يقابله بهذا الشيء، يعني شيء يؤلم، لكن بنعلمه، أبشر بنقول له. قام الحارس وأرسل واحد من اللي عنده، قال روحوا قولوا لعمي ترى فلان عند الباب ينتظرك. قام انت يا الرجال وقال قولوا له أبجيك، قولوا له زين. راحوا الحرس وقالوا قام انت التاجر يوم طرد خويه وقال له ما عندي لك شيء، ضاق صدره، لكن يقول لي لا متى عاد وانا اعطيه، لا متى وانا اعلمه، لا متى، ما لازم طقه في راسه تصحيه لين يصحي. راح يجر رجوله يسحبها، ضايق الصدر من فعلة خويه اللي ما اهتم فيه ولا طلع له ولا قابله. راح يمشي، يوم جاء يمشي وهو في الطريق رايح راجع لديرته، إلا ذاك الشايب اللي ينطحه من جايين داخل المدينة. قال السلام عليكم. قال عليكم السلام، كيف الحال يا ابني؟ قال الحمد لله. قال أنت من هذه المدينة؟ قال لا والله أنا رايح المدينة الفلانية. قال الشايب أنا بعد رايح المدينة الفلانية. قال وش عندك؟ قال والله عندي فلوس، مو بفلوس، عندي مجوهرات معطينيها مخليها عندي الرجال أمانة، وجاينا أدور وين بيته. قال من هو الرجال اللي تسأل عنه؟ هذا عاد يقول لهم وينه، لأنه يعرف الديرة ويعرف أهلها. قال فلان بن فلان. قال
المهم قال أنا راعي أنا ولد الرجال هذا. قال وين هو؟ قال هو والله متوفين الحين تقريبا كم سنة وأنا ولده. قال هجل خذ الأمانة هذه منها يا ولدي وفكني منها، هنا ياقوت وزمرد وألماس وجوهرات ما لها يا ولدي حد ولا رد. أنا والله عجزت من حمل الأمانة وبيتأكد أنه ميت. قال والله توفى، هو أبوي توفى. أعطاه المال وراح من عنده الرجال. قام أنت يا الولد هذا وتوع قلبه وفهم عقب ما رجع من صديقه، راح وزرع وسوى تجارة واشتغل في الألماس، مو الألماس، المجوهرات الأحجار الكريمة، وصار له اسم وصار له رسم وصار مثل أبوه، وصاروا العالم يجون يسألون عنه ويتفقون معه. يوم من الأيام كانوا المدينة عاملين حفل للتجار، فجاء أنت يا الولد هذا وهو داخل المجلس شاف خويه الأول اللي كان تاجر. يوم حطوا حفل كبير للتجار بيجتمعون في التجار عشان كلنا يعرض بضاعته. فراح هذا دعوه من الناس اللي دعوهم لأنه من صار من كبار التجار وانتبه لشغله وانتبه لمقر أبوه والمركز أبوه وبنى سمعة طيبة يقول ما خنبق. المهم يوم دخل فلا سلم على الرجال خويه، ما سلم عليه، مشى. وذاك يناظر وهو يناظر الثاني، ذا يناظر وذا يناظر، تقول كانهم يتسق كل واحد منهم يناظر الثاني. قام واحد من الكبار الشخصيات أو الناس الفاهمة أو العاقلة قالوا إيش فيكم؟ قال ما فينا شيء. قال لا فيكم. قال علمنا. يقولون ماذا اللي دخل، ماذا اللي كانت سمعة أبوه خربان، اللي كان مخرب مصنع أبوه ومفلس أو شغل أبوه. قال التجار علمنا وش اللي صاير، مو بكذا. قال ما هو سرد لهم السالفة. قال أنا جيت وأنا يوم من الأيام محتاج والله يدري وش علوم. يوم دخلوا عند المجموعة هذه وعند التجار قالوا ميده يعني ليه ما تسلمون على بعض؟ قال أنت يا التاجر اللي خرب حلال أبوه ولعب في حلال أبوه. قال أنا جاي هالحد قصره وقايلها بيقابلني وسحب علي وما أعطاني وجه وطردني من القصر ما استقبلني. التفتوا التجار اللي هو شبندر التجار اللي معه التفتوا على الثاني قالوا ايش عذرك طارد خويك وما ساعدته وما وانت ويا اصدقاء؟ قال انا ما قصرت. قال وش اللي ما قصرت وش عطيتني؟ قال بعلمك وش عطيتك. تذكر يوم جيتني تطلب القصر؟ قال لي اطلب. قال تذكر يوم عطيتك المرجان والفيروز واللولو قال لي اذكر. قال لا ما هو انت اللي عطيه. قال لا جاك شايب وقال لك ان هذا شراكه بينه وبين ابوك، وابوك مو بشريك لاحد، بل انا اللي عطيتها عشان تنتبه لفلوسك ما تلعب فيها. وبعد ما عطيتك المال ووصلت انا اهلك ودريت انا او علمها احد التجار انك ما راح تقدر تستفيد منها، يعني ياقوته من اللي في الديره تاجر عشان يشتريه منك. فارسلت لك الاول ابوي اللي جاك والثاني أمي أرسلتها لك وشرت من كل اللولو والزمرد والمرجان اللي عندك شرت أمي كله وأخذتها وعطتك فلوسها لين قمت أنت تشتغل وقام حظك على هذا الوضع الحين تقول ما ساعدتني. قام الرجاجيل قالوا بيض الله وجهك وجزاك الله خير وما قصرت أنت علمك غانما في خويك. وقاموا يحكوا الرجاجيل يمدحون يثنون على راعي الثنا وعلى راعي الجميل اللي لا فعله ما حد يحاسبه عليه. لكن بعض الناس يخنفس ويزعل وما يدري في بطنه شيء واجد ويمحي كل شيء عطى مع انك مثلا تكون ما حكيته ولا ناقشته طول العمر وكل يوم هي تسبدك بالحسي وكل يوم هو وانت تسمع منه لك ولعيالك. وهذه كان قصتنا اليوم، عسى فيها إن شاء الله العبرة وفيها العظة لي ولكم ولجميع المسلمين. يجعلنا وياكم اللي يحفظ المعروف، يجعلنا وياكم اللي يقوم بالواجب تجاه الجميع يا حي يا قيوم. والله يحفظنا وياكم، يبارك لنا ولكم، يسعدنا وياكم، إنه على كل شيء قدير. تمسوا على خير، جعل ليلتنا وليلتكم سعيدة، بأمان الله.